اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم اهلا في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وسعاده وصحه وسلام يا رب العالمين. حطوا لايك يا جماعه بالله عليكم، حطوا لايك واللي ربنا يكرمك كده يرفع منتديات. ويعني بجد شكرا من القلب لكل من دخل جديد، وشكرا جدا على التعليقات الجميله اللي بشوفها. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجازيكم كل خير، اللهم امين يا رب العالمين. معانا حاجه تسوق كده. اول حاجه كده نشوف السمك اللي معانا. يعني قلت اما اجيب سمكتين يمكن يوفروا، بس تقريبا مفيش توفير، كله تعفير. معانا السمك اهو، بسم الله ما شاء الله. السمك احنا بنسميه هنا بلاميطه. في ناس بتقول عليه ماكاريل. آه في ناس بتقول عليه بياض تقريبا او حاجه زي كده. انا مش عايزه اخفر ايدي بس اهو. وكانت كده كيسه سودا، فقمت اما جيت حطيته في كيسه بيضه. ده هقوم اعمله اهوت، انضفه واعمله معاكم برضو. نشوف بقية الحاجة معانا. بسم الله. شفنا السمك معانا. البتنجان جبت النص ب5، نص كيلو ب5 جنيه اهو. في وش القفص اهو، كان كبير قوي فانا جيت نقيت اصغر حاجة اهو. دول نص تلات ارباع ب5 جنيه، اسف، تلات ارباع ب5 جنيه عشان كيلو ونص ب10. جبت برضه ربع مخلل ب2 جنيه ونص. شكله عجبني كده قلت اما اجيبه. والزيتون ب8 جنيه، ده ربع. ما جبتش وعملت مخلل، لا انا بعمله فما بحوش نفسي منه بالعافيه عشان الضغط. فعشان كده الضغط واطي اليومين دول، قلت اما اجيب ب2 جنيه مش هيعمل حاجه يعني. ولا زيتون فاوفر بقى. جبت نص فلفل على خيار ب5 جنيه. نص فلفل على خيار. جبت خيار بس حاجه بسيطه لزوم السلطه والحاجات اللي كده بس مش اكتر يعني. ان في خضار اليومين دول اللي هو خاص اللي هو اللي بنقول عليه محلاوي وكده مرضتش ان اكتر خيار. ده ب5 ودول ب5. معانا تاني؟ بسم الله. نص فراولة ب7.5. نص فراولة. فتحت الزيتون. المية دي حطها بعد ما وزن. طعمه جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفراولة مسكرة قوي، جميلة. الكيلو ب15، جبت نص ب7.5. كيلو منه ب20 برضو. الفلفل الالوان جبت نص ب10. فلفل الوان صراحة بحبه جدا، ممكن اكل منه كده عادي مع حته جبنه وخلاص. ده اصلا مش جايباه النهارده من السوق، انا كنت جايباه من يومين. هو بس هو زي ما هو كده، هو والموز. دي جايبه السفندي، بس السفندي صراحه خلص. الموز كنت جايباه اخضر خالص، 2 كيلو ب25. 2 كيلو ب25 كان اخضر خالص عن كده، واصفر، وكنت سايباه في الكيس زي ما هو على ما يستوي. ما شاء الله هو اصفر وبقى حلو كويس خالص. كنت جايباه 2 كيلو 25 النهارده في السوق برده. 2 كيلو 25 وكيلو وربع ب15 زي ما هو يعني اهو. والفلفل نفس الكلام ب20 برده، كيلو ب20. بسم الله. عشان الصورة اللي تاخديها. نص كيلو. جايبه نص كيلو ده ب15 جنيه. الكيلو ب30. قلت لها عايزه نص، طلعوا 3. يلا الحمد لله. ب15 جنيه يعني الواحده واقفه ب5 جنيه. ممكن يكون دي ب4.5 و4.5، دي زياده شويه فمش مشكله. كيلو ونص طماطم جميله ب10 جنيه. كيلو ونص ب10 جنيه. هو اصلا كانت بتلف ب5 جنيه، فما كانش معايا ساعتها ان انا اجيب، لما كنت سامعه بقول ب5 جنيه. والله كانت زي كده برضه.
الطماطم جميله اهي. بيقولوا عليها بلح، المطاوله ديت بيقولوا عليها بلح، طعمها حلو، بتبقى مسكره. بسم الله اهي. وعلى فكره مش هحطها في التلاجة النهارده، هسيبها بره التلاجة عشان ايه تحمر شويه، انها لسه ايه يعني مش حمرا قوي. السفندي والبرتقال تقريبا يعني كل سوقي النهارده سفندي وبرتقال. ده 2 كيلو ب12، 2 كيلو ب12 بتاع دي جفته. بسم الله. والموقف اللي حصل النهارده يعني انا نقيت الحاجه، رحت على بتاع الفراوله، ومعاه فراوله ومعاه موز ومعاه سفندي ومعاه برتقال، ده الحاجه اللي معايا. فما شاء الله باخد منه ايه معظم الاوقات يعني ما بروح. فحاولت ان انا خدت نقيت عم هو اللي بنقي الفراوله، محدش بيجي يمها، هو اللي بعبيه نص كيلو وبعبيه عادي. فحطيته وقلت له ايه السفندي ده بكام؟ قال لي في سفندي ب2 كيلو ب15، وفي سفندي كيلو ب6، وفي سفندي ايه هناك 3 ب10. ماشي. لقيت اللي هو السفندي اللي هو 2 الكيلو ب6 جنيه. فانا كنت بحاسب ورجعت قلت ايه طب هقول لك حاسب. قال لي هو اللي قال لي اصلا حاسب كله على بعضه ما فيش مشكله. المهم انا نقيت يعني وعمل فراوله، عملت السفندي اللي هو 2 كيلو ب 12 جنيه، وعملت برتقال 2 كيلو ب10، وعملت رحت على السفندي غبت فيه شويه لانه فيه لين وكده 3 كيلو بايه، بس هو حلو وطعمه جميل، 3 كيلو ب10 جنيه. غبت فيه شويه، على ما رجعت لقيت ايه الحاجه اللي انا عاملاها اتشالت، اتسرقت مني الحمد لله. فبقول له الحاجه اللي كانت هنا فين؟ بيقول لي انت مش بعت واحده خدتهم؟ قلت له لا ما بعتش حد خدهم. اصل هو المفرش بتاعه فارش ترابيزه طويله كده، فهو كان بعيد عني يعني زي مترين كده او اكتر كمان. وعليه ما شاء الله زحمه جدا، النسان عليه والنسان حواليه كتير، الحريم وكده. وبعدين بقول له انا ما بعتش حد خدهم، الحاجه بتاعت النسبه عندك عشان اخدهم، يعني انا كل حاجه بخلصها بوزنها وبربطها واقوم سايباها. المهم بيقول لي ايه ماليش دعوه، والله ما حد. واحد انا شايف واحده خدتهم، بحسب انت اللي قلت لي هاتيهم. قلت له اقول لك هاتهم، انا فعلا وزنتهم، هاتهم ومش هحاسب عليهم. يعني هي حسبت عليهم؟ قال لي لا. طب والعمل؟ قعد يزعق شويه كده والناس تقول مش عارف ايه يعني. المهم يعني حصل هزار. قلت له خلاص انا هدفع النص وانت النص. هنا قال لي ايه لا صراحه يعني هو اللي اشتريهم كلهم، يعني الحاجه اللي خدها اللي انا لقيتها كيسين برتقال وسفندي هو اشتريها، يعتبر ايه 12 و10 22 جنيه. هي حرة بقى تقبله مع نفسها، يعني ربنا يجازيها خير يعني. ده كيلو برتقان، انا بحط السفندي على البرتقان اسيبه. ده برتقان ايه سكري، ده برتقان سكري كيلو ب5 جنيه، بس مش منه صراحة، اللي منه بقى البرتقان ده منه، والبرتقان ده اللي بايه من كنت منقيه كان احلى من ده كمان يعني. كان في الاول برضو مهما كان الحاجه في الاول بتبقى احلى. وده منه اللي هو الكيلو ونص، عملت كيلو ونص ايه منه اللي ب5 اللي غبت فيه. على ما خلصت ورجعت لقيت ايه الكيس بتاعتي اتسرقت الحمد لله. اهو حلو مش وحش وطعمه حلو، طعمه مسكر وحلو. فحاول انا افضيه مع ده، والبرتقال افضيه في حاجه لوحده، لان في سفندي كمان قابلني في الاول اول ما نزلت السوق كان الكيلو ب5 كان حلو برضه. ده بنجر الرابطه ب5 جنيه كانت ب8، والناس ايه حاولوا معاه خلوها ب5 جنيه. انا رحت لقيت ايه انا قال سمحت ب5 جنيه. السفندي اللي جبته ايه في الاول ايه الكيلو 5 جنيه كان جميل حلو قوي. والراجل قال لي انا مش هتاخده لما تدوقوه، فواحده دقيته قالت حلو. فدي اكتر فاكهه في السوق اليومين دول، وجميله جدا ومسكره وليه فوائد وحلو يعني السفندي والبرتقال. بس السفندي بحس انه خفيف عن البرتقال، فيتامين سي، كله فيتامينات. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هي خدته وقبلته على نفسها يعني ما وزنتوش ولا حاسبت عليه، فهي حرة.
وكان صراحة بيقول لي في الاول هي واحدة ردت قالت ايه، طب انت هتدفعي حق ولا تعملي ايه؟ قلت لها مش عارفة، انا ما خدتوش ولا قلت لحد ياخده، هو شايفني انا بنقي حاجتي، وفعلا الزحمة هو مش يعني ايه، بس انا شايفاه هو شايفني من بعيد، ما قالش انت، حتى كان ندى قال انت اخدتي كاسك عندك ليه مثلا، ده الشنطة جنبك، شنطتي جنبك وحاجتي انا هاخدها عن باقي ايه، هي اخدت حاجة ومشيت، فهي هو حر، قدر الله ما شاء فعل. المهم وقال في الاخر قال لي خلاص ربنا يسامحها وانا ايه، بس انا مش مسامح. هو استحمل يعني ايه، شايل حق الحاجة، بس يلا الحمد لله. ده كان سوقنا النهارده، والسمك طبعا وريتهولكوا في الاول خالص. ولو عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس.